يا صباح الفل يا مساء الجمال، يا رب يجعلها كده سنة 24 سنة كلها خير ورزق وهنا عليكم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مبسوطين، كل سنة وانتم كده كل خير ربنا في ايديكم يا رب. يا رب يصلح حالنا وحالكم. النهارده بقى وبمناسبة السنة الجديدة وعايزين نوفر بقى في سنة 24 ونعمل حاجات موفرة. هعمل لكم النهارده بسكوت، اللي هو البسكوت اليومي، بسكوت الشاي. تسموه بسكوت زي ما تسموه، هو المهم بسكوت مقرمش وجميل، من غير بيض، من غير لبن، من غير زبدة، من غير سمنة. سهل وبسيط، والكمية دي كلها من 3 كوبايات دقيق. هيعجبك جدا، مفيهوش اي حاجة. هتقومي وتعمليه ان شاء الله دلوقتي وتدعي كده دعوة حلوة من قلبك ليا. عندي هنا نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية مية. عايزة تحطي مكانها حليب مفيش اي مشكلة، وظرف فانيليا. هبتدي ان انا اقلب كل المكونات دي لحد لما السكر يدوب معايا كده وما يبقاش ليه اي اثر خالص. بصوا بقول لكم مفيش اثر للسكر خالص. هجيب بقى عندي هنا من كوبايتين ونص ل3 كوبايات دقيق، هخليهم جنبي. اول كوباية هنزل بيها كده نص كوبايه، وانزل واحده واحده واقلب. هدي تقليبه حلوه بس كده ان انا ادمج الماده السايله مع الدقيق. كده كده انا مش هعجن عجن يعني جامد، هو بالمعلقه مفيش اي حاجه خالص، بالسباتيولا كده سهل وبسيط. عندي هنا معلقه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين حليب باودر. الحليب البودره دوت ممكن تحطي مكانه معلقه كاستر، او ما عندكيش حليب باودر ما عندكيش كاستر مفيش اي مشكله خالص. هنزل هنا بقى بنص الكوبايه التانيه وعليها ذره ملح وابتدي ان انا اقلب. يبقى هنا عندي انا المكونات: نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه دي الماده السائله وعليهم ظرف فانيليا. وعندي بقى هنا 3 كوبايات دقيق من كوبايتين ونص ل3، هم الكميه اللي عندي دي اخدت 3 كوبايات بالظبط. بس انت حسب من كل دقيق للتاني بيختلف. زي ما قلت لكم كده ذره ملح، معلقتين لبن بودر او معلقه كسره لو متواجد، لو مش متواجد مفيش اي مشكله، دي زيادات. لميت بقى انا زي ما انتم شايفين كده كل العجينه الحلوه دي كده، بصوا بالمعلقه بالسباتشولا بتاعتي، ما عجنتش البسكوت، لو اتعجن هيبوظ هيعمل عرق وينشف. هخليها ترتاح شويه وابتدي بقى ان انا بعد ما اريحها شويه كده شفت اللي ورايا ورجعت تاني لقيت العجينه، بصوا مش مستحمله وجميله يا جماعه والله. طعم البسكوت فعلا يستاهل ان انتوا تجربوه، سهل وبسيط وما كلفنيش اي حاجه خالص. هبتدي بقى اجيب المعجنه بتاعتي وافرد كده السمك اللي هوريه لكم دلوقتي بالطول وبالعرض كده، واجيب العجينه يمين وشمال. وسهل جدا، ما خدش مني على فكره وقت خالص. انا بقى بوسع عليا الدنيا كده عشان اعرف اشتغل. ربنا كده يوسعها عليا وعليكم يا رب. هبتدي بقى اسوي العجينه بتاعتي كده، انا عايزاها كلها يعني ايه، مستطيل او مربع قد بعض، عشان اعرف يعني احاول ان انا اخلي البسكوتيه تبقى ايه يعني قد التانية. عايزه تعمليه مدور بالقطاع مفيش اي مشكله، الشكل اللي يريحك اعمليه. انا اديتك الفكره واديتك المقادير، وانت اعملي براحتك زي ما تحبي. الشكل دوت براحتك زي ما انت ما تحبي، اعملي اللي انت عايزاه. ببتدي بقى ان انا اسويها كده زي ما انتم شايفين، وهعملها بقى ايه مستطيل مربع اللي يطلع معاكي اعمليه. ابتدي ان انا كده بطرف السكينه اطلعها. بصوا ده السمك بتاعها زي ما وريتها لكم. جبت بقى هنا الشوكه بتاعتي او الخله بتاعت السنان، وابتدي خرمي عشان يدينا نفس الشكل بتاع البسكوت اللي احنا جايبينه من بره. ما تقلقيش البيكنج باودر مش هينفشه خالص، دي هي معلقه صغيره، مش هينفش معانا ولا هيطلع زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. هو ده حجمه وده شكله. هنا بقى مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180، هحطه في الرف الاوسط وعيني عليه. اي انواع من البسكوتات لازم عيني تبقى عليها على طول، لان هي بتستوي بسرعه وممكن يتحرق معانا. طالع معايا بالشكل العظمه ده، بجد يستاهل اللي انتوا تجربوه. حاجه كده روعه. بنبتدي بيها بقى السنه الجديده، بنوفر في سنه 2024. يا رب كده يجعلها سنه توفير وسنه كلها كده اقتصاديه وسنه حلوه علينا، ويعجبكم البسكوت بتاعي وتعجبكم فيديوهاتي وتدعموني بقى، عشان انا بجد كده ايه محتاجه شويه دعم منكم كده في الكومنتات وتحطوا لي لايك. ويا رب كده فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ويجعلها سنه كلها خير ورزق وهنا عليكم. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.